بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم بقناة أبو رامي. أعتذر لكم عن الغياب، ظروف خاصة. درسنا اليوم هو الدرس فيه صعوبة شوي. هو كيفية صنع صورة 3D بدون استخدام 3D أو بدون استخدام شيء. أنت تصنعها بدون ما تستخدم 3D. الدرس صعب، لكن مع التركيز راح ينحل بإذن الله. شلون الخلفية مثلا، كيف مثلا هذا التطبيق مثلا كيف نخلي النمر أو الفهد يقفز من الشاشة. هو يعني بإذن الله راح يكون سهل عليكم إن شاء الله. هذه الشاشة، نحضر الخلفية اللي هي الصورة. طيب الآن الصورة هذه نفك القفل عنها، نكرر الصورة ونكرر اللير. كنترول جي. الآن الكنترول منسوخ، نضع عليه ماسك بهذه الصورة. نأتي بهذه الصورة. الآن أول شيء نخفي اللون الأبيض عنها. شلون نخفي؟ نضغط على هذه الأداة اللي هي ماجيك وان تول، نضغط على اللون الأبيض يختفي كل اللون الأبيض الآن. طيب بقى الآن عندنا اللون الداخلي، أو هذا لازم تخليها شفافة. بدأت البنتول، نضغط على الزاوية هذه، ثم الزاوية هذه، بس بشرط يكون هنا باث، ما يكون شيب، يكون باث. ثم على هذه الزاوية، يا ريت تكونوا دقيقين شوي علشان تضبط معكم. ثم الأخرى، ثم الأخيرة. ثم كنترول كليك يمين، ميك سيلكشن. الآن يحددها لك. تضغط على ديليت. ضغطنا على ديليت، نضغط على كنترول دي لإلغاء التحديد. الآن الصورة هذه كنترول A، كنترول C، نروح للعمل كنترول V، تنسخ عندنا الصورة هنا، نسحبها. نصغر فيها شوي حتى بعد شوي هنا. اي هنا حلو. بعد نصغر فيها شوي من هنا ومن هنا ايضا. طيب الآن ركزوا بالضبط. أول شيء الآن نخفي هذه، نمحيها الآن. هذه نضغط على اللي هي إريزر تول، ثم نمسح. يكون اللير بس على اللير الأول، يكون المؤشر على اللير الأول، ثم نمسح الآن إلى آخر شيء. لا، أخطيت. طيب ما راح اكون دقيق زيادة في الدرس، لاني مستعجل عشان الوقت ما اطول عليكم. طيب الان نركز. نخفي اللير هذا، ثم نحدد. اول شيء نضغط على الاولى، نخليها على الماسك. الآن بعد ضغطنا على الماسك، الآن نضغط على هذه الأداة اللي هي اللاين تول. نخلي الويدث 5 ميجا بكسل. إذا ما طلع لك أحمر معناته ما ضغط على نجي هنا بالنص، ثم نسحب. تشوفون الآن لا يزود يمين ويسار، إن زاد امسحها بالريزر. إلى آخر شيء.
الآن هذه كبيرة شوي، نزود هنا خليها 10. نرجع على 5 اللي هي الوذ. طيب ناخذ هذه الأداة اللي هي أداة البنسل تول، كبيرة شوي، نصغرها نخليها مثلا على 9 ونحدد هذه. اللي يبغى يبدع يصير دقيق أكثر. لازم يبغى لها دقة مع الكمبيوتر والمكتبي أو الماوس يبقى أفضل. الآن باقي اللي هو الفهد. بعضها لازم يبغالها أصغر شوي، نخليها على 6. هذه زادت شوي. اليد اليمنى بعد يبغالها بعد شوي دقة. طيب الآن انتهى الجزء الصعب، انتهى. نكبر بالفرشاة ونصبغ هذه، نحدد. طبعا ما هو صبغ، هو تحديد فقط او تظليل. صعوبة الدرس دقته فقط، لكن الخطوات أنا أعتقد أنها سهلة. طيب نأتي للزوايا، نصغر فيها شوي. نصغر عشان تكون دقة بالزوايا. نمسح شوي بين التحديد هذا وهذا بعد شوي هنا. طيب الآن نجمعهم مع بعض، كنترول مع اللير الأول والثاني، ثم على كليك يمين ميرجيزبل ونلغي التحديد. تحدد لك الآن وش تسوي؟ راح تضغط على ديليت. شوف الآن نلغي التحديد، كنترول دي. الزوايد هذه بالريزر اللي هي ممحاه. هنا عنده زوايد، اللي بيحط دروب شادو على دروب شادو هنا. شوف الآن ظل، يعني دروب شادو اللي ظل الشاشة وظل الفهد. ما عندك مشكلة، هي تحطون ولا ما
أهم شيء يكون التحديد صحيح، ويكون خروج النمر الفهد، ما أدري ليش معلق على النمر، يكون خروجه بهذا الشكل. راح أحط لكم الشاشة والصورة بالدرس أو بالديسكريبشن اللي هو وصف الفيديو على القناة. أتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.